في عالم الحفر السكون هو العدو. عندما تتوقف المضخات نحن نعتمد فقط على وزن عمود الطين هيدروستاتيك بريشر. هذا هو ستاتيك بريشر. ولكن بمجرد أن تلمس زر التشغيل تولد قوة جديدة، قوة خفية غير مرئية ولكنها جبارة. إنها قوة الاحتكاك فريكشن. هذا الاحتكاك يضيف وزناً وهمياً على القاع وكأننا أضفنا أطنان من الحديد السائل. هذا ما نسميه Equivalent Circulating Density ECD. تخيل هذا السيناريو الغريب: المضخات متوقفة والبئر يتدفق flowing. تشغل المضخات ويتوقف التدفق. ماذا يحدث؟ ببساطة ضغط الطبقة أعلى قليلاً من ضغط الطين الساكن، ولكن عندما نشغل المضخات نضيف ضغط الاحتكاك في الأنيولوس إلى المعادلة. هذا الضغط الإضافي دايناميك لوس يكفي لكبح جماح الطبقة. نحن نعيش على الحافة والحركة هي درعنا الوحيد. متى يشعر القاع بالوزن الحقيقي؟ إذا بخيت الهيفي بيل داخل المواسير القاع لن يشعر بشيء يذكر. لماذا؟ لأن الأنبوب مغلق من الأسفل بالدقاق والضغط ينتقل للسائل المحيط به فقط عندما يخرج. اللخبة الحاسمة هي عندما تبدأ البيل في الخروج إلى الأنولس. هنا فقط يبدأ عمود السائل في الأنولس يصبح أثقل ويزيد ضغط القاع. قبل أن نفك المواسير نضخ هيفي سلج لندفع السائل لأسفل ونمنع انسكابه على الأرضية دراي جوب. ولكن انتبه للفيزياء: عندما تزيح السلج السائل الخفيف من المواسير إلى الأنيولوس السائل المزاح سيعود إلى الخزانات. لذلك توقع دائما زيادة في حجم البيت بمجرد توقف الضخ. لا تفزع، هذا ليس كيك، هذا أثر السلج الفيزيائي. وأخيرا هناك عدو صامت يظهر عندما يتوقف الدوران لفترة طويلة، نسميه باريت ساج. حبيبات الباريت الثقيلة تترسب للأسفل بفعل الجاذبية. النتيجة: الجزء العلوي من عمود الطين يصبح أخف لايتر، وهذا يؤدي إلى انخفاض في ضغط القاع الكلي Drop in BHP. قد يكون الانخفاض بسيطا ولكنه كاف للسماح للغاز بالتسلل. في الحفر السكون هو الموت. الضغط الديناميكي دايناميك هو صديقك الذي يمنحك القوة، والضغط الاستاتيكي ستاتيك هو حقيقتك المجردة. افهم الفرق بينهما، راقب الساج واحترم الفيزياء، لأن التوازن هو سر البقاء. Beyond the surface lies the depth worth discovering. We don't just look, we drill deep. I am Ahmed Abu Zaid, and this is Deep Drill. Let's get into the details.